English or how much this? This how much? This old? It's old? عدد ضربته بنفسه كان حاصل اقل من ده في ال 25 بواحد. انت عرفت. انت عرفت. انت عدد ضربته بنفسه كان حاصل اقل من ده في ال 25 بواحد. انزل لتحت. 24 انزل لتحت شويه. انزل 18 انزل. 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 لا في الرقم. مش بتقول. عدد ضربته في نفسه كان الحاصل اقل من ضعف ال 25. 7 في 7 ب 49. 7 في 7 ب 49 7 في 7 49 وضعف ال 25 يبقى 50. قولها كمان مره. 7 في 7 ب 49 ناقص 1 يبقى 50. يبقى ال 25 في 2 ب 50 يبقى هي السبعة. هو اول واحد جاوب. اسمك ايه؟ يحيى. فعلا هو 7 في 7 49. خلاص ما بقاش طيب ولا مستقيم من 5 حروف. لو حذفت حرف وحرف كمان اتبقى حرف. لا ما تزعلش نفسك. خلاص ما بقاش طيب ولا مستقيم من 5 حروف. لو حذفت حرفين اتبقى حرف. سمسم. خلاص ما بقاش طيب ولا مستقيم من 5 حروف. لو حذفت حرفين اتبقى حرف. هو حرف الباء. خلاص ما بقاش طيب ولا مستقيم من 5 حروف. خلاص لو ايه؟ حذفت حرفين اتبقى حرف. خلاص ما بقاش طيب ولا مستقيم من 5 حروف. لو حذفت حرفين بقى حرف. اتبقى حرف. لا انت اتغيرت على الاول بكتير. خلاص ما بقاش طيب ولا مستقيم من 5 حروف. لو حذفت حرفين اتبقى حرف. منحرف. ايه؟ منحرف. اسم حضرتك ايه؟ صباح ابراهيم. صباح؟ صباح الخير يا صباح. صباح الفل. خلاص بقاش طيب ولا مستقيم من 5 حروف. لو حذفت حرفين اتبقى حرف. هو منحرف. مين اللي منحرف ده؟ اللي ما بقاش طيب ولا مستقيم. راجل طيب اهو. فعلا صباحي هو بيجاوب صح. هو منحرف. ربنا يكفينا شر الانحراف. ازيك عامل ايه؟ انت اللي عامل دوشه دي على فكره. اتنين رجاله كل واحد عم الاخر وابن اخيه في نفس الوقت. تيجي ازاي؟ عامل ايه؟ حلو علم مصر ده وانا في التحرير هنا. اتنين رجاله كل واحد عم الاخر وابن اخوه في نفس الوقت. تيجي ازاي؟ رجاله هم ولاد عم بعضهم وفي نفس الاخوات وفي نفس الوقت اخوات. يبقى واحد اتجوز وخلف ولد توفى، اخوه اتجوز مرته خلف ولد، يبقى الاثنين ولاد عم وفي نفس الوقت يبقى اخوات من مره واحده. انت قابلتهم؟ ها وشفتهم وسلمت عليهم. سلم لي عليها بقى. واحد اتجوز وخلف ولد ماشي توفى، اخوه اتجوز مراته ماشي، يبقى هو عم ابنه وابن اخوه في نفس الوقت. ماشي؟ ماشي. ماشي. راح فين؟ ازيك يا اتش؟ الله يسلمك يا باشا. عامل ايه يا هشام؟ الحمد لله رب العالمين. اساعدك انا في السؤال ده. اه بتعرف تقرا؟ اعرف. طب اضحك كده. اهو ضحكت. اتنين رجاله كل واحد عم الاخر كل واحد عم الاخر وابن اخوه في نفس الوقت. تيجي ازاي؟ كل واحد عم الاخر. انت مغمى عليك يا ابني ولا ايه؟ استنى اشوف النبض بتاعك كده. شغال. قول اه. كل واحد عم الاخر. اه. وابن اخوه في نفس الوقت. الابهات عيال عمام. ايه؟ الابهات ممكن يكونوا عيال عمام يعني. يا ابن عمي. لا انا مش قصدي كده. قول لاخوك حاجه. اتنين رجاله كل واحد عم الاخر وابن اخيه في نفس الوقت. تيجي ازاي؟ الاثنين رجاله، واحد منهم اتجوز ام التاني، يبقى ايه بقى؟ يبقى عمه ولاده بقى؟ وابن اخوه، يعني يبقى عمه. اسمك ايه؟ ممدوح. عشت معاكم 3 أو 4 حلقات. رحت الفيوم، اخر قرى في الفيوم، لا ميه ولا نور ولا اكل. ربنا وفقنا. بس برضو بكرر واقول محتاجين نروح القرى الفقيره نركز عليها، زيها زي العشوائيات ما تنسوهمش. بشكر كل اللي شاركوا معانا. محافظ الفيوم، جمعيه اصدقاء الخير، جمعيه دار الأرمان، مؤسسه حياه، كل اللي شارك معانا بقول لهم الف شكر. ونعيش مع الفقره اللي استمتعت بيها وقلنا فيها يا رب. هذا المية والنور وتحبكوا لي القطان دولة بقى وتعملوا لي الحمام وتعبانة ما عنديش حاجة نظيفة بقى. صدر توجيهاته ان احنا نعمل خط ميه ليهم، هم عندهم ازمه ميه شويه، فعطت توجيهاته سعادته
ان احنا نعمل خط الميه، وجبنا هنا المواسير وحاليا الحفر شغال عشان ندبر لهم مياه الشرب. بالنسبه للناس اللي طبعا تعبانين دول، اي مشروعات هنعملها ليهم بنرفع عنهم المعاناه شويه. برضه سياده المحافظ عطى توجيهاته ان بالنسبه للكهرباء، الناس اللي ما عندهاش كهرباء نيسر لها موضوع الكهرباء. ان شاء الله احنا بادئين هنا في يوسف الصديق الفتره الحاليه ان احنا نعرش بعض البيوت الناس اللي هي المحتاجه وتستحق المساعده فعلا. برضو اي بيت محتاج توصيل كهرباء او توصيل ميه ان شاء الله هنوصلها له باذن الله. احنا مجموعه من الشباب بدانا مع بعض في الجامعه الخاصه مع بعض، وعملنا تعاون مع مؤسسه اسمها مؤسسه حياه اللي هي متبرعه بالشنط رمضان مع بعض، وجينا النهارده نوزع في الفيوم كاحدى الخطوات اللي احنا بنكمل بيها ونستمر ان احنا نكمل على الطريق ده باذن الله. احنا نعمل مدارس الفصل واحد. عارفين ان احنا الفيوم من اعلى نسبه اميه في الجمهوريه، حوالي 40% في اخر احصاء يعني وكده. فان شاء الله هيبقى الجانب الانساني مع الجانب التعليمي التثقيفي الاثنين هيبقى ايه في محورين ما بينفصلوش عن بعض وكده يعني. عندنا حالات صعبة كتير قوي، بس منهم حالة إخلاص. هي نموذج للمرأة اللي بتواجه كل الشرور، اللي بتواجه كل الأخطار وبرقبتها ولوحدها وغياب الدولة. أتمنى إن احنا بعد اللقاء حد يكون ساعدها. نشوف معاها ونكمل معاكم اللقاء. كنت أنا واخدة مكان يعني وكده وقاعدة فيه، وبحكم إني أنا مطلقة وكده فنزلت طبعا أشتغل، وجيت في مرة خدت مكان غير المكان بتاعي، وبحكم إن أنا بأجر يعني أماكن وكده عشان أقعد فيها عشان خاطر ظروفي وكده. مكان يعني سكن يعني؟ سكن فغيرت السكن بتاعي، فمحمود بقى نزل ما رجعليش. في مرة كده يعني قلت لاخواته هما فين، قالوا لي لا مش موجود يا ماما. الواقعة دي من قد ايه؟ شهر ونص. عند ناس طبعا لما جالي وكده هو كان مرمي تحت شجرة، وجالي عيل صغير كده فببصيت فيه، في الناس بتوع العقارات قالوا لي هو ده ابنك يا ام كريم بتاع، قلت لهم ايوه ابني. بصيت له كده لا ده مش ابني، طبعا حاجات في بقه ومراخيره ووشه قد كده، هو عيل طفل كده صغير، ده ابني عنده 5 سنين، نزل وجي بعد شهر ونص بالطريقه دي، مسلول خالص. هو في الخطف اتعرض لحاجات كتيره مش عايزين نقولها، لكن من ضمنها انه بقى مدمن مخدرات. الملبس اللي هي بتقصده دوت كان بيدوله حبوب مخدره، منهم لله طبعا، ربنا لا يسامحهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالولد بقى مدمن مخدرات وبقى عنده عنف شديد جدا. انت قلت لي بيموت حيوانات، القطط، الحاجات كده. بقى يقتل بقى ويضرب اي حد مثلا قدامه حاجه، لو كان اتنفذ ولا حد يفتح وش واحد يمسك اي حاجه. عملك مشاكل حتى طبعا حتى كتير جدا جدا جدا. جيراني حتى معايا مش قد كده، لا ما حدش يقف مع الولد دوت، ما حدش يتكلم مع الولد ده. لقيت المجتمع كله رفض. هو ظروفه كده. في ناس ولاد حرام خطفوه لمدة شهر، حولوه من طفل سليم لطفل مدمن، وأشياء أخرى نفسية اتحطمت عشان تعود نفسيته سليمة، عاوزة علاج على مستوى عالي جدا، وحاجات وتربية وإمكانيات لا تتوفر لا ليها ولا الآلاف زيها. امتى يتحقق ده؟ تليفونك كام؟ مفتوح بس عشان موبايلي بس مكسر كده. 011 4 7 8 7 9 1 5 1. تاني كمان مرة. 011 4 7 8 7 9 1 5 1. ما تسيبوش إخلاص لوحدها. الرسالة دي من أم بتقولها للزوج اللي بيسيب ولاده عشان يدور على متعته ويدور على حياة تانية، وسايب خلف ظهره ولاد بيواجههم مستقبل غامض. رسالة للدولة إن ده حلنا. لو انتم مش عارفين، دي الحقيقة، دي مصر.